السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أزف لكم وبشكل رسمي خبر الإفراج عن الأخ الحبيب الداعية الفلسطيني محمود الحسنات بعد اعتقاله ظلما لمدة أسبوعين في سجون النظام السوداني. لا ذنب له إلا أنه قال كلمة الحق في زمن الظلم. خرج وأعلن على حسابه الشخصي أنه تم الإفراج عنه. حمدا لله على سلامتك يا حبيبنا الغالي، وسلام لك من غزة العزة التي ولدت فيها، ومن كل حر في الأمة كان معك، ودعا الله لك بالفرج. فرحتنا والله كبيرة وخوفنا عليك أكبر، لذلك أنصحك بالسفر عاجلا إلى دولة حرة تمتلك قرارها ولا تخضع لحكم الطغاة والظالمين، حتى تكمل مسيرتك ونضالك دون ملاحقة. حفظك الله يا شيخ محمود وجعل سجنك في ميزان حسناتك، ونسأل الله الفرج القريب لكل العلماء والدعاء في سجون الطغاة. بكى الفضيل يوما فقيل له: على ماذا تبكي؟ قال: أبكي على من ظلمني، أبكي على من ظلمني إذا جاء يوم القيامة وليس له أمام الله حجة. إذا جاء يوم القيامة وليس له حجة. أحبتي، لما جلس يحيى بن معاذ وقد كان ملكا وعنده من الملك ما عنده، لكنه كله ذهب، ولهذا أحبتي لا حكم يدوم ولا ظلم يدوم، لا حكم يدوم ولا ظلم يدوم. فوجد في السجن هو وابنه، فولده يقول له: يا أبتي أين كنا وأين سرنا؟ كان عندنا الملك وكان أين كنا وأين سرنا؟ قال: يا بني إنها دعوة مظلوم سرت في الليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله سبحانه وتعالى. غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله سبحانه وتعالى. ولهذا أحبتي ينادى يوم القيامة من وراء الصراط: يا ليت الظالمون في زماننا والذين يرتعون في الظلم، أيا كان هؤلاء الظالمين، أن يسمعوا هذا الحديث. يوم القيامة ينادي مناد من وراء الصراط: يا أيها الجبابرة، يا أيها الطغاة، يا أيها المترفين الأشقياء، إن الله جل في علاه يحلف بعزته وجلاله ألا يتجاوز هذا الصراط ظالم. إن الله يحلف بعزته وجلاله ألا يتجاوز هذا الصراط ظالم. هذا الظالم الذي ظلم الرعية، هذا الظالم الذي ظلم أخواته في حق الميراث، هذا الظالم الذي ظلم جاره، هذا الظالم الذي ظلم عماله، هذا الظالم الذي ظلم من يعملون عنده، هذا الظالم الذي يظلم الناس والأقارب والجيران. ألا علم ذلك؟ أما علم أن الله يحلف بعزته وجلاله ألا يتجاوز الصراط يوم القيامة ظالم؟ وأقول لهؤلاء للظالمين: والله مهما زدتم في ظلمكم، في جبروتكم، فيما تفعلونه من قهر للناس، والله لو دامت لغيركم لما وصلت إليكم. ها قد عرفتم الداء وأنتم وحدكم تمتلكون الدواء. هل ستتركون الأمة تموت؟ لكل عصر امتحان نجح الصحابة فيه فكانت الغزوات، وتلاهم التابعون فكانت الفتوحات، وتابعهم من بعدهم فكانت صيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب والموضوعات. والآن حان دورنا، فإما أن ننجح كما نجحوا، وإما أن نتنكب الطريق فتنهال علينا اللعنات
والله يا عباد الله، لو شاء الله لانتصر من عدونا، ولكن ليبلو بعضنا ببعض وليرى أينا أحسن عملا وأصدق عزما وأكثر غرسا وأجمل صبرا وأشد يقينا وأعلى همة. إخوتاء، ها قد رأيتم عدوكم يشحذ سكينه ويبدأكم بالذبح، شعاره القطيع يصاق والجزار ينتظر، فما لكم لا تحركون؟ إن لم يحرككم داعي الإيمان فلتحرككم دواعي الخوف. نعم، الخوف على حياتكم ومستقبل أبنائكم من بعدكم، فإنكم إن لم تغيروا ما في نفوسكم ذبحتم. إن لم تغيروا ما في نفوسكم ذبحتم كما ذبح إخوانكم. فهلأ أعلنا الثورة على نفوسنا فأصلحناها، وعلى عاداتنا فغيرناها، وعلى شياطيننا فقهرناها، وعلى شهواتنا فهزمناها. هلا سايرنا سنن الله واستخدمناها. أيها الصالحون، صلاحكم وحده لا يكفي، أين إصلاحكم؟ أيها المصلحون، الأرض عطشة والناس هلكة، فضاعفوا جهودكم ووحدوا صفوفكم. يد وحدها لا تصفق، والقليل مع القليل كثير. أجبوني، هل ترد الريح العاصفة لبنات مبعترة؟ هل تواجه صفوف الباطل بشرادم الحق؟ هل يهزم تحالف الشر غير تحالف الخير؟ ما أصدق قول القائل: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. افهموا الدرس من هذين: والنمل تبني قراها من تماسكها، والنحل تجني رحيق الشهد أعوانا. أيها اليائسون، طلقوا يأسكم، اقتلوا عجزكم، كيف تيأسون وقد ضمن الله لكم أجوركم، وتكفل بنصركم، وجازاكم على بذلكم لا على ثمركم، والله معكم ولن يترككم أعمالكم. لم يعد لدي الكثير، لكن قبل أن أغادركم حديثي لدي كلمة أود أن أبثها إلى أخت أسماء وسمية. أختاه، حياؤك سلاحنا وحجابك درعنا، فسادك غاية آمال أعدائنا. أنت حارسة القلعة وقلعتك بيتك، فلا يغزون الأعداء بلادنا من قبلك. والآن ما زال في عمرك بقية، وصفحة حياتك لا تزال بيضاء بعد، والكل في انتظارك. والإسلام يستغيث والأقصى يستصرخك، فارفعي همتك نحو المعالي وسابقي إلى القمم. لم يبقى على طرف اللسان سوى آخر كلام: ذهب الزمان وأنت في أرجو لعل وربما. الماء عندك قد طغى ولم تزل تشكو الظما. فيا عباد الله، سئل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، قيل له: يا إمام، متى يرتاح المؤمن؟ فقال الإمام أحمد رضي الله عنه، قال: لا راحة للمؤمن إلا عند أول قدم نضعها في الجنة. فيا عباد الله، لا راحة لنا في الدنيا إلا عند أول قدم أضعها وتضعونها في الجنة. فيا عباد الله، الركب، اللحاق، الحقوا بسفينة النجاة. ما هذه الدنيا إلا كسفينة قد ركبها التقاة وعباد الله المصلحون الذين عرفوا الله حق معرفته. فإما أن تلحق بسفينة النجاة، وإما أن تراوح نفسك. فما بعد هذه الدنيا إلا اللحاق، إما بركب التقاة وإما بركب الهلكة. فيا عبد الله، أنت وحدك من تحدد مصيرك، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأظنك بإذن الله أنك ستلحق وستلحق أهلك والناس بركب النجاة. هذا ظني بك يا ابن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلننجو بأنفسنا إما إلى الجنة، وهذا ظننا، وإن لم ننجو فيا عباد الله فالعياذ بالله إما إلى النار. أنا أحدثكم، وغدا ستلفظ أنفاسي الأخيرة وسأموت، وأنت تسمع وستموت، ومن سيسمع من بعدك سيموت. الكل سيموت إلا ذو العزة والجبروت. مات حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فضامت النفوس وقست القلوب
لكن آن لها أن ترق بذكر الله. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يكون كلامنا هذا كلام خير، وأن ننتفع به في الدنيا، أن يكون لنا ذخرا يوم تبلى السرائر. أسأل الله العلي العظيم أن يجمعنا على ما يجمع عليه الصالحون يوم القيامة.